وحياتي خليك معايا شويه، اقعد اتعشى معايا، ده انا عامله لك العكاوي اللي انت بتحبها. انت عارفه الليله ليله نعمه الله، وبعدين ده انا جاي مخصوص عشان اطمن عليكي. طمنيني، يعني مفيش حاجه في السكه؟ يعني يهمك قوي؟ امال يهم مين يا روح قلبي؟ ما انت مش عايز تقعد معايا. احنا مش اتفقنا ما حدش يجور على نصيب غيره؟ وبعدين بس انا عايز اطمن اذا كانت امينه رجعت من عند عمتها ولا لا. ليه، هو في حاجه؟ لا مفيش، بس الواد سعيد عاوزها ضروري في حاجه تبع المدرسه. ما تشوفيها رجعت ولا لسه؟ لا يا متولي، انت قلقان تكونش يا اخويا زعلتها؟ وحياتك ابدا، انا هزعل امينه ليه؟ امينه دي زي النسمه. وانا زي ايه يا حاج؟ انت مالكيش زي ابدا. انا لو لفيت الدنيا كلها ما كنتش هلاقي زيك. انا من اول ما شفتك، فاكره لما طلبت منك كوبايه ميه وقفت جنبي كده قلت بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حاجه. من ساعتها رحت نطه ومستربعه جوه قلبي. روحي بقى شوفي امينه رجعت ولا لسه. حاضر. ماما جت ماما جت. استنى بس يا سعيد، استنى. هي امينه جت يا ام ابراهيم؟ ابدا يا ست نعمه، انا معرفش ايه اللي اخرها كده. ربنا يجيب العواقب سليمه. ازاي ما رجعتش لحد دلوقتي؟ يكونوا قدروا يأثروا عليها؟ معقول؟ ست امينه جت، ست امينه جت. الحمد لله على السلامه. ازيك يا ام ابراهيم؟ حبيب قلبي، ازيك يا حبيبتي؟ انت اخدت كده ليه يا امينه؟ شغلتينا عليكي. هو الحاج رجع؟ ايوه قاعد عندي بقاله ساعتين، الراجل هيوج عليكي. ليه بس؟ اتأخرت ليه يا ماما أمينة؟ معلش يا حبيبي معلش. قولي لي يا ام ابراهيم، عشتيه ولا لا؟ ما رضيش يتعشى الا لما انت تيجي، والست نعمه الله ما رضتش تروح شقتها الا برضه لما ترجعي. جرى ايه يا جماعه؟ قلقانين ليه؟ هو انا كنت تايهه قاعده مع عمتي، عارفين بتحب ترغي. انا اصلي افتكرت يكون الحاج زعلك ولا حاجه يا امينه. الحاج؟ هو الحاج بيزعل حد ولا حتى فكر يتجوز علينا؟ طيب اروح انا على شقتي واطمنه، احسن زمانه دلوقتي ايه، قايد نار. شكرا يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا ولا جيلك ابدا في قلق. مع بابا على السلامه. خير. وانت من اهل. اكلي الحاج كويس. تعالى قولي ازاي ما تاكلش لغايه دلوقتي كده؟ عايز نزعل منك ولا ايه؟ ده بابا اتكلم 3 مرات في التليفون وبيسأل عليكي. وانا رديت عليه؟ يا نور عيني. ايه؟ ما قلتلكيش حاجه؟ بخصوص ايه؟ بخصوصي بقى، بخصوص يعني اتأخرت عند عمتها ليه ده كله؟ ما افتكرش يا متولي انها قالت لي حاجه مهمه. طب اعملي لي كوبايه شاي بايديك الحلوين دول. بقول لك ايه، انا الفار بيلعب في عبي، حاسه ان انت مخبي عني حاجه يا اخويا. بخصوص ايه بس؟ بخصوص امينه طبعا. وانت ازاي موافقه تقعدي معاه بعد ما اتجوز عليك اتنين؟ الراجل ده لازم تطلبي منه الطلاق.
بسم الله ما شاء الله. مش قادر اقول طالع شبه مين، ملامحه لسه ما نطقتش. ليه يا حاج؟ ده كلهم بيقولوا لي انه الخالق الناطق انت. لا، انا عايزه يطلع شبهك انت. ليه بقى؟ ليه؟ مش عارفه ليه. عشان يطلع حلو زيك. اوعى كده، انا خصمك. ليه بس يا روح قلبي؟ بقت كروتني يا حاج في شهر العسل تقعد معايا 10 ايام بس، وتقعد مع البت دي اسبوعين بحالهم. هو بالكتره؟ انت اصلك ما تعرفيش. لا، انت بتضحك عليا. يخص عليك يا نعم، يخص عليك. ايه، مش مصدقاني؟ طب بقول لك ايه، انتوا عملتوا ايه هناك يا حاج؟ عملنا ايه؟ يعني مضينا الوقت كله في الحسابات. يعني شيل المبلغ ده، حط المبلغ ده. دماغي ورمت من الجمع والطرح. يعني مش قلت لك جوازة مصلحة؟ جري يا ام مكرم. مش هننام ولا ايه؟ يلا. وبعدين يا طلعت بيه، انت هتفضل قاعد كده؟ بصراحه بقى احنا مش عارفين نشتغل. زبايننا كلها بدات تطفش وتروح على محلات الواد متولي. هنعمل ايه يا شوقي؟ لا حيلة في الرزق، ودي ارزاق. لا مش موضوع ارزاق وبس يا طلعت بيه، بصراحه بقى احنا مقصرين. نعم، مقصرين. مقصرين يا طلعت بيه. مقصرين يعني ايه؟ احنا بنشتغل في صنفين 3 4. الواد متولي بيشتغل في 20 30 صنف، ده غير بقى الحاجات التانية اللي بيجيبها من بره. ما هو محتكر الاصناف دي ومحدش بينافسه فيها. الله، يعني بقى احنا نقعد نتفرج عليه يا طلعت بيه؟ ده خالك الحاج سلام الله يرحمه ما كانش يهداله بال ابدا لما يعرف ان في حد تاني في السوق عنده صنف مش موجود عنده. كان ايه، يهب ويغطس لحد ما يجيب الصنف ده، ولما يجيبه بقى كان يبيعه كمان باقل من اي سعر في السوق. الله يرحمه. احنا اللي كنا مقصرين معاه، لا بنروح له ولا نتعلم منه. القصد انت عاوز تقول ايه؟ نضرب السوق. نضرب السوق؟ ازاي يعني؟ لا ازاي دي بقى يا طلعت بيه، عايزه تكتكه شويه وقاعده على الروقان بره المحل. خلاص، بعد ما تشطب الشغل تعالى اتعشى عندنا في البيت وبعدين نبقى نقعد نتكلم. السلام عليكم يا سيد. اهلا سي شلبي. امال الحاج فين؟ جاي حالا، هو في مشوار جنب مننا كده وجاي على طول. طب ما تقعد تشرب حاجه لما يجي بقى. ما تعرفش بعت لي ليه؟ اصل رجعت البيت لقيته وسايب لي خبر. ايه؟ اتاخرت عليك؟ لا ابدا. طب تعالى. تشرب ايه؟ اشرب شاي. شاي الاستاذ شلبي. السكر لوحده والقهوه بتاعتي. حاضر يا حاج. اقعد. شوف بقى، انا هجيب لك من الاخر. انا بصراحه خدت مخزنين كبار ومش ممكن امن حد عليهم غيرك انت. ما قلت لك يا متولي انا ماليش في الشغلانه دي. ليه؟ يا شغلانه عويصه. كل اللي هتعمله هتأيد اللي داخل وتأيد اللي خارج، واللي انت عايزه هدفعهولك، مش هنختلف. عيب يا راجل، مفيش بين الصحاب حساب. لا، الصحاب حاجه والشغل حاجه، لازم تاخد حقك. يعني انت مصر على الحكايه دي؟ انا محتاجك جنبي يا شلبي بجد. وبعدين انا مش عاجبني الحال اللي انت فيه. مراتك اشتكت لي اكتر من مره. يا راجل دوليه ما يملاش عينها الا التراب. لا، هي معاها حق بقى، من حقها تعيش. ايه؟ قلت ايه؟ انا هوافق، بس مش عشان خاطر مراتي، عشان خاطر الاخوه اللي بينا. ونعمل اخوه يا شلبي. ايه؟ عايز مني كام بقى؟ فهيم. ايوه يا ست مديح. روحي بسرعه نادي ستك امينه علينا وانا تعبانه. خليها تجيلي بسرعه. حاضر، الف سلامه عليك يا ست. يلا بسرعه. ازاي الحال يا شطار؟ انا خلصت يا طعم. انا مبسوطه منك على فكره. سعديه اشطر واحده. يعني سعدية اشطر من سعيد؟ ده سعيد بيطلع التالت. بس يا بنت انت وهي عاوزه اذاكر. ده كور يا استاذ، بس يا بنات خلي الاستاذ يذاكر. يلا خلصوا لغايه ما اشوف مين. ست امينه، الست مديحه عايزاكي ضروري. مديحه؟ يا ترى خير؟ على مين يا حبيبتي؟ على مين؟ ما تقلقيش، افردي ظهرك بس، ما تقلقيش. هعمل
العصير وهتبقي زي الحصان. اقعدي هنا. اقعدي. دايخه قوي قبل امينه ونفسي غم عليا. دايخه ونفسي غم عليكي؟ اذا ما كانش برد يبقى زي ما انا حاسه اعراض حمل. تفتكري؟ يعني زي ما بسمع. على العموم هكلم لك الدكتور وهو يطمنا. طب ايه رايك لما اكلم ماما تيجي؟ وتقلقيها ليه؟ احنا نكلم الدكتور ولما يطمنا نبقى نكلمها. مبروك يا توتر. ميرسي يا أبا. يا ترى لما الحاج يعرف هيفرح قد ايه؟ يجرى حاجة، نفسي يجرى حاجة يا رب، نفسي. دكتور، نسيت الدكتور. ايه ما بتفتحيش ليه؟ يا حاج الدكتور مع الست مديحه جوه. دكتور ليه مالها؟ مش عارفه. مش عارفه؟ طب مين مع الدكتور جوه؟ الست امينه. ايه يا امين؟ مبروك يا حاج، المصريين هيزيدوا واحد. مبروك الست حامل. الف حمد والف شكر. السلام عليكم. شاكرين يا دكتور. الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. عقبال ما تقومي بالسلامه. انت عرفتي يا حبيبي؟ الدكتور وامينه بشروني. ما هي امينه دي دايما تبشرني بالبشائر الحلوه. وانا بشايري وحشه ولا انت ما بتحبش غير قبل امينه؟ يا بنت بلاش دلع. انت عارفه انت غلاوتك عندي قد ايه. حتى لو بتحب قبل امينه اكتر مني انا مش هزعل، عشان انا بحبها قوي ومتاكده انها بتحبني هي كمان. الحمد لله. طمنتي والدتك؟ يا متولي فكرتني، من فضلك كلمها وقول لها. التليفون هنا؟ لا بره. امينه انا هكلم والدتها اطمنها وهنزل لك على طول. لا خليك النهارده معاها علشان المولود يطلع شبهك. لا الليله جدوالك. انا هقول لامها تيجي تبات معاها وهنزل لك. في الظروف اللي زي دي هي محتاجاك انت. خليك يا متولي. اصيله يا امينه، ربنا يبارك لك. انا لو لفيت الدنيا ما الاقيش ضفرك. وبعدين ولا يهمك، انت الغالي، انت اللي قاعد في قلبي ومتربع. ده كور يا حاج. يا حماتي ابشري، هتبقي جده. قاعدة جميلة، هوا يرد الروح. ده انت لا مؤاخذه طلعت بيه، اللي زيارتك عندي ملهاش تمن. الله يخليك. قول لي بقى كنت عاوز تقول لي ايه؟ هات كل ما عندك. بصراحه بقى طلعت بيه، انا صعبان عليا حالك وحال اخواتك. ليه؟ المفروض انكم تتحركوا شويه يعني. انا خايف لا مؤاخذه الشغل ينام اكتر ما هو نايم. يعني عايزني اعمل ايه اكتر من كده يا شوقي؟ ده انا معسكر في المحل ليل ونهار، مش مقصر في اي حاجه. ما هو مش بلو عاده طلعت بيه، دخلك الله يرحمه ما كانش يقعد في المحل اكتر من ساعتين، وبقيت اليوم يلف زي النحله يدور على ايتها شغلانه ياكل منها لقمه عيش. هو انا لقيت شغل فوق اللي عندي وقلت ما اخدش منه؟ ما انت عارف متولي مقفل عننا السوق وبيشتغل في كام صنف محدش غيره بيشتغل فيهم. الله، ليه يعني؟ لا مؤاخذه هو بيدفع فلوس واحنا بناخد بضاعه ببلاش. يا شوقي المسألة مش مسألة فلوس. الحاج متولي في ناس ساندين وبيدوا له كل حاجة. كده هو لله في لله يعني؟ هو في حاجة لله في لله؟ دول نسايبه قرايب مراته. مراته؟ أنهي واحدة فيهم لا مؤاخذة؟ ده أنا سامع إن بقى عنده 3 دلوقتي. ما أنت متجوز 2 أنت راخر. وما تفكرنيش يا طلعت بيه، آدم عن آدم يفرق. ليه؟ هي الزوجة التانية دي مش بتكسب كويس من حكاية الزار؟ الصيت ولا الغنى يا طلعت بيه، يا دوب اللي جاي مكفي مصاريفها هي ومصاريف مدارس العيال.
المهم قول لي ايه هي الفكره اللي عندك. شوف بقى طلع بيه، ايوه. انا عايز حضرتك انت واخواتك تنشنوا على صنفين 3 في السوق يبقوا بتوعكم انتوا بس، تحتكروهم يعني. ايدي على كتفك، بس هنجيب البضاعه دي منين؟ منين؟ من نفس الحته اللي بيشتري منها متولي. الله، اذا كان هو بيدفع فلوس احنا كمان هندفع وندفع اكتر منه. يا اخينا انت بتفهم ازاي؟ بقول لك قرايب مراته وفيهم واحد مهم بيسهل له كل حاجه. القرش ملوش قريبه طلع بيه. مصلحتي ابدا من اخويا. قصدك ايه بقى؟ زي ما قلت لك كده طلع بيه، تنشنوا على صنفين 3 ويا ريت يكونوا من الاصناف اللي عند الواد متولي، تشتروهم من السوق باي سعر وتخزنوهم، وبعد كده بقى تربطوا السعر اللي انتوا عايزينه. والله فكره مش بطاله، بس لازم تعرف لي الاصناف اللي هو بيشتغل فيها وتقول لي عليها. مش ده المهم دلوقتي يا طلع بيه، المهم بقى ان انت تفتح سكه مع قريبه ده. واذا حسيت ان متولي بيعلي علي انت كمان. المهم في الاخر خلي قريبه يرسل بيعه عليك. وعارف كمان يا ريت ايه، نشتري البضاعه نفسها اللي عند متولي. طب قول لي بقى يا حدق، مين هيشتري البضاعه من الحاج متولي؟ ما هو عارفنا كلنا وممكن يكشف خطتنا. لا انت ما تعرفش دماغي شغاله ازاي طلع بيه. احنا لا مؤاخذه نبعت له ناس هو ما يعرفهمش على انهم تجار جداد في السوق، يشتروا منه زي اي تجار تانيين. هم يشتروا البضاعه واحنا ناخدها نخزنها، نصبر بقى شويه لحد الزبون ما يشحتت على البضاعه وبنبيعها بالسعر اللي احنا عايزينه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده انت طلعت ابليس وانا مش عارف. انا عايز اخدمه بس اطلع بيه، وبيني وبينك نفسي اخرب بيت الواد متولي ده، ياما وراني. انت اصلك ما تعرفش هنا في ايه. الفطار جاهز يا متولي. حاضر يا حبيبتي. انا ملاحظ ان مفيش ود بينك وبين نعمة الله زي الود اللي بينك وبين امينه. انت عايز تجيب الست اللي اسمها نعمة الله دي زي قبل امينه؟ لا، ده مفيش وجه مقارنه خالص. اللي اسمها نعمة الله دي يا حبيبي معقده وحاطه مناخيرها فوق، مع انها ست جاهله. بعدين انا مفيش اي توافق فكري بيني وبينها زي اللي بيني وبين قبل امينه. يطلع مين فكري ده بقى؟ يا حبيبي المستوى الفكري اللي هو توازن في التفكير. يعني قبل امينه ست متفهمه متعلمه بتفهم في حاجات كتير قوي، لكن لما بقعد مع اللي اسمها نعمة الله دي بقى بحس انها ما عندهاش اهتمامات، سطحيه، ما بتعرفش في اي حاجه. طب ايه رايك بقى ان امينه مش متعلمه جامد قوي؟ يعني ده كل اللي خدته الثانويه العامه، بس مخها كبير. ونعمة الله كمان مخها كبير قوي. دي كانت بتدير تجاره جوزها وهو عيان، وبعد ما مات كان عندهم اكبر تجاره مانيفاتوره في البلد. وبيني وبينك انا اتجوزت نعمه عشان مخها الكبير ده، لاني لو وقفت قصادها كان ممكن تضرني. طب وانت يعني عايزني اعمل لها ايه؟ انا عايز الكل يحبك، مش عايزك تشيلي من حد ولا حد يشيل منك. حاضر يا حبيبي، اوعدك اني هشوف الموضوع ده، بس بليز انا كنت عايزاك في موضوع تاني اهم. طب تعالي وانا بفطر نتكلم. تاتا واحده واحده تاتا دي العتبه، مش بيقولوا كده؟ قولي لي بقى ايه الموضوع المهم اللي انت عايزاه؟ على الله يكون خير. هو انا يا حبيبي هقول حاجه غير لما تكون خير ليا وليك؟ شوف بقى يا سيدي، انا بفكر اخد اجازه من الشغل لغايه ما اولد. وتاخدي اجازه ليه؟ ما تسيبي الشغل وانت عايزه ماهيتك. لا مش كده، بس انت محتاج لي قوي في الشغل، وهو منه زمايلي يرعوك وفي نفس الوقت ما حدش فيهم يفكر يربط عليك ضريبه كبيره. هيفضلوا زمايلك ومش معقول يعضوا في جوزك ولا ايه؟ وخاصه ان جمايلي مغرقاهم. واكيد انت عارفه سكه كل واحد فيهم. اللي عارفه قوي. خلاص يبقى لازمته ايه الشغل والمرمطه بتاعته؟ طب بص بقى، انا عندي فكره كويسه قوي. سمعيني. ايه رايك لو فتحت لي مكتب محاسبه، اهو امسك لك حساباتك وارعي لك شغلك. عايزه تعرفي ايه اللي عندي بالمليم مش كده؟ انا فاهمك كويس. لا انا كده هزعل منك، انت دايما كده تسيء الظن بيا. يا حبيبي انا عاوزاك تفتح لي المكتب ده عشان شغلك مش عشاني انا ناويه اتكلم مع زمايلي، عاوزه اشغل كام واحد فيهم كده عندي في المكتب بعد الظهر اهم يرعونا. وعلى راي المثل يطعم الفم تستحي العين. والله فكره مش بطاله، بس مش هنبدا فيها الا بعد ما تولدي. طبعا يا حبيبي، هو انا قلت حاجه غير كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه طمني، الشغل ماشي ازاي يا حسين؟ والله في حاجة أنا مش مستريح لها يا حاج. حاجة ايه يا حسين؟ السحب اليومين دول من صنفين كتر قوي. ايه هما الصنفين؟ البوبلين والدبلان المشجر. طب
يعني فهمني، زاد عليهم الطلب ازاي يعني؟ يعني مرة واحدة الطلب بالجملة زاد عليهم. هم هيقللوا الكمية في السوق ولا حاجة؟ لا ما سمعتش حاجه زي دي. بس انت عارف مين اللي بيطلب اكتر؟ في كام واحد جم كده وقالوا انهم تجار جداد. تجار جداد يعني مش هيشتغلوا غير في الصنفين دول بس؟ قول لي انت بقى يا حاج. لا معاك حق تقلق يا حسين. تفتكر في حاجة؟ في لعب في السوق. لصالح مين؟ ده بقى اللي هقب واغطس لحد ما اعرف قراره. المهم حددت لي ميعاد معاه امتى؟ ولمحت له ان احنا مستعدين لاي طلبات. عظيم. لا ما تخافش، انت هتعبك لوحدها. هتيجي معايا المقابله احسن برضه عشان ما يبقاش في حرج في الكلام. طب بقول لك ايه، فوت عليا بعد بكره اكون قابلته وعرفت راسي من رجلي. مع السلامه. ايه الاخبار يا طلعت؟ خلاص يا شوقي، هقابل محمود جد الله بكره الساعه 12 الظهر في مكتبه. حلو. ولا مؤاخذه كله تمام؟ والله كله على الله. او الحمزاوي بيقول ان هو فاهمه كل حاجه. المهم بقى طلعت بيه ان انت تروح له ومعاك الفلوس كلها، عشان اول ما يشوفها ينخ ويقول لك اركب ودلدل رجليك. لا يا شوقي، الناس دي ما بتقبضش بالطريقه دي. دول لهم نظام تاني تحت الترابيزه، لا من شاف ولا من دري. جايز بقى طلعت بيه، انا مؤاخذه ما افهمش في الحاجات دي. قول لي، احنا عندنا كميه قد ايه دلوقتي من بضاعه الحاج متولي؟ قربنا نملى المخزن. بس انا بقى مؤاخذه طلعت بيه، عايزك تمنع الميه والنور على الواد متولي. بدل ما يبيع يجي لك عشان عاوز يشتري، ساعتها بقى تقول له جبرنا. هيحصل ان شاء الله. بقول لك ايه يا شلبي، وقف شغل في الصنفين دول. مفيش قصقوصه تطلع ولا حتى لمحلاتنا. لا النهارده هيقولوا لي البضاعه دي طلعت لحساب مين. أؤمر يا طلعت بيه. اظن صبر الحمزاوي ادى لسيادتك فكره. يعني الطشاش. زي ما سيادتك عارف يا محمود بيه، احنا ورثه الحاج سلام ابو الخير وشغالين بصيته في السوق. وكان في واحد بيشتغل عند خالنا دلوقتي بقى اكبر تاجر في سوق المانيفاتوره والقماش. قصدك متولي سعيد؟ ايوه نسيب سعادتك. لا يا طلعت بيه، المسائل دي ملهاش دعوه بالشغل. يا سلام، ما شاء الله. انا برضو قلت كده ان سعادتك من النوع اللي يعجبني. هو ايه الموضوع بالظبط؟ للاسف يا محمود بيه، الحاج متولي بعد ما طردناه من المحل عندنا عمال يعض في الايد اللي اتمدت له. وعرفت ان ده طبعه لما بلغني انه اتجوز على بنت اخو سيادتك. ما هو الواطي يفضل واطي يا طلعت بيه. ايوه يا باشا، وبدل ما يشيل الجميل يقعد يحاربكم، مش كده؟ مظبوط يا محمود بيه. عشان كده انا جيت لسيادتك عشان تنصفنا، ويا بخت من نفع واستنفع. أؤمر يا طلعت بيه، انا تحت امرك. عارف مين اللي طلع ورا الموضوع ده كله؟ طلع مين يا حاج؟ طلعت السخاوي واخواته. الله، واشمعنى يعني بيلموا الصنفين دول؟ لان الصنفين دول مش موجودين جمله في السوق غير عندنا احنا بس. هم معذورين برضو يا حاج، اصل يعني انا سامع ان شغلهم نايم جدا. وانا ذنبي ايه يا حسين؟ انا ذنبي ايه؟ الناس دي لو وقفت جنبيها في الاول ساعه ما الحاج سلامه مات الله يرحمه، وبعدين لها في الورث كله وما تدوس زبيده غير فتافيت، جايين دلوقتي عشان يلهفوا رزق انا كمان؟ لا يا حسين، انا من ساعه ما قلت يا هادي قلت كل واحد في حاله وربنا يرزق الجميع، لكن هم ابتدوا ينخربوا في رزقي. لا انا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه زياده، حصتك هتاخدها زي كل التجار. يعني ايه؟ عايزين نستنى شهرين لحد ما تصرفوا لي حصتي من البوبلين؟ الصيف هيكون راح. ما انا قلت لك كل واحد ودوره. بس انا دوري ما كانش متاخر كده. هنعمل ايه بقى للظروف؟ طب اشمعنى الظروف دي ما عدتش على طلعت السخاوي؟ ماله بقى طلعت السخاوي؟ انت عارف وانا عارف يا محمود بيه، انا كنت فاكر الشغل شغل ومالوش دعوه باللي بيحصل في البيوت.
وانت لاحظت حاجه غير كده لا سمح الله؟ انا مش بكلمك بصفتك جوز بنت اخوي، لا، ده انا بكلمك بصفتك الحاج متولي تاجر القماش. يا ريت يا ريت احنا نعرف بعض من زمان يا محمود بيه. انا مش فاهم قصدك ايه. افهمك، احنا نعرف بعض كويس قوي، واحنا بينا معامله خد ودي، وانا اديت لكن ما خدتش. انت خدت كتير قوي يا متولي، لكن بلعان وافتكرت نفسك كبرت ورحت جبت لبنت اخويا ضرتين. ما قلنا بلاش ندخل في الشغل اللي بيحصل في البيوت. وانا كمان ما رضيتش احرمك من حقك، سويتك زيك زي غيرك. لا، ما سوتنيش بطلعت السخاوي. اصل طلعت السخاوي ليه سكه غيري، سكه اكبر من سكتي بكتير. سكه اكبر كده يا محمود بيه؟ كده يا متولي. ماشي، انت مش قرصت قرصتك؟ هنشوف. انت بتهددني يا راجل انت؟ لا سمح الله، وانا اقدر اهددك؟ وبعدين ده احنا اهلي وقرايب، يعني ما يصحش نعض في بعض. على راي اللي قال، اللي ليه ايراد في العيله يشيل شيله. ولا انت ليك راي تاني؟ سلام. عاجبك اللي مراتك بتعمله فيا ده يا حاج؟ ما انت برضو مراتي يا روح قلبي. بس انا بقى يا اخويا كافيه خيري شري. بقول لك ايه، انا اليومين دول مش فاضل الكلام الفارغ بتاعكوا ده. انا عندي شغل وهم ما يتلم. انا مش فاهم ايه اللي بينك وبين مديحه، هي زايده عنك في حاجه؟ وانت بتقول لي انا الكلام ده ليه؟ ما تقوله لها هي يا اخويا. انت برضو العاقله. ولما انت متجوز العاقله، إيه اللي خلاك تروح تتجوز المجنونه؟ نصيبي. عشان خاطري يا نعمه بلاش تركبي دماغك. هي بقى اللي راكبه دماغها. قول لها يا اخويا تبطل الغطرسه اللي هي عايشه فيها دي، تجي لي هنا لحد عندي في شقتي وانا شالها على دماغي من فوق كمان. ده اخر كلامك؟ يا ريت عندي غيره. شفت يا امينه اللي انا فيه؟ انا ما بشتكيش لحد غيرك. روق انت بس وما تحملش هم، انت عارف الستات عقلهم على قدهم. عقل الاثنين وانا مش ناقص. حاضر، روح انت شغلك بس انا هخلص لك عليهم. ايه؟ اضحك ولا يهمك. مش عايز اسمع شكوى من اي واحده منهم. ده كور يا حاج. سلام. يلا على بركه الله، خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. وانا عندي غير مديحه وما شاء الله. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. ببيع غالي عشان بشتري غالي، واللي عاجبه السعر يجي يشيل، ما ينقصوش مليم، والفلوس كاش. مع السلامة يا حبيبي. انا عايزكم تسمعوني كويس. شلبي، في الاول قول لي انت عندك كميه قد ايه؟ عندي 120 بالة بوجلين و80 دبلان مشجر. عظيم. هم دول اللي هنبيع منهم بالجمله. ازاي يا حاج؟ والمحلات بتاعتنا تشتغل ازاي؟ صبرك عليا يا حسين، انا هغرقك شغل وهخلي لك الزباين واقفين طوابير كمان. منين بس يا حاج وانت بتقول انهم قفلوا عليك الحنفيه؟ ده شغل انا بقى، شغل انا. عليا انا اجيب لكم البضاعه. في درس اتعلمته زمان من الحاج سلامه، الف رحمه ونور عليه، هو اللي فادني في الموقف ده. احنا بقى لازم نعرف ولاد السخاوي هيبيعوا بكام المتر في السوق. احنا نبيع اقل منه قرشين ساغ في المتر، وبعدها بقى يبقى لنا كلام تاني. تسلم ايدك يا جميل. صدقها يا بت الصباح اللي صاحبك بقاله يومين محلاته عماله بتنش. هو ايه يعني؟ ده عنده فلوس متلتله. بس عنده كمان مصاريف متلتله. يعني ايه؟ راحت عليه؟ قول يا رحمن يا رحيم. وانت بقى نبك ايه من ده كله؟
الا انا ابني ايه يا صبوحه؟ طلعت بيا بنت وعدني انه يديني نسبه من المبيعات، وكمان ايه زود ميتي 20 جنيه. يا ما جاب الغراب لامه. الاهم من ده كله بقى يا صباح ان انا فشيت غلي في الواد متولي. وهو دريان بيك؟ مش مهم يضرب، ولو مش دريان يا صباح انا هخليه يضرب قبل ما يطق ويموت. اللي يسمعك كده يقول الراجل خلاص بيفرفر. بنت اللي كانوا ساندينه هما دلوقتي اللي ساندين طلعت بيه. انت مش بتقول انهم قرايب واحده من نسوانه؟ بس دلوقتي قلبوا عليه. اخص عليهم الله ينعلهم. دنيا ملهاش امان. جرى يا صباح، هو الواد متولي ده مش برضه اللي مرضيش يعبرك وخلى قفاك يقمر عيش في يوم من الايام؟ يا ريتني سمعت كلامه واتجوزت راجل غني بدل الوقعه السوداء اللي انا فيها دي. الله 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 الله، جرى يا صبوحه يا بنت ما تضلمهاش، بكره تتعدل بقى لما طلعت بيه واخواته يعملوا فرع تاني لمحلاتهم ومحسوبك بقى هو اللي يمسكه. هتصدقني ما تعرفيش هنا في يا صباح. على راي خالتي. لا احنا بنبيع اقل من سعر السوق قرشين سقف المتر. استلم البضاعه ويدفع بعد شهرين. تعال شيل اللي يلزمك وقول لزمايلك. لا اله الا الله. طب بقول لك ايه، قول لي طلباتك ايه وانا ابعتها لغايه عندك. ماشي، مع السلامه. مع الف سلامه. بقول لك يا نصحي، ما تنساش تقول لزمايلك مع السلامه. مع الف سلامه. بقول لك يا حسين، قول لي الحاج بتاعك تعيش وتاخد غيرها، لو قدمت لغيرك قدمت لك. يعني انت اللي ورا الموضوع ده كله؟ ايه رايك يا سحسن؟ لو تيجي تشتغل معانا تاني وترجع لمحلك واصلك انا مستعد انا اكلم لك طلع. ومين قال لك اني محتاج شغل؟ لا تعالى دلوقتي بكرامتك قبل خراب مالطا، ساعتها كل واحد هيبيع ويشتري فيه. بقول لك ايه يا شوقي، انا عمري ما عضيت الايد اللي اتمدتني، وفي حاجه مهمه قوي عاوزك تعرفها، العبره بالخواتيم. كل يا اخويا كل. فرق يعني ايه الحاج متولي بيبيع بسعر اقل مننا؟ يا حبيبي الحاج متولي ما عندوش الاصناف دي. هو قال لك كده خلاص اشتري من عنده. مع السلامه يا اخويا. شوقي تعال عاوزك. خير يا طلعت بيه؟ الشرنوبي كلمني دلوقتي في التليفون بيقول ان الحاج متولي بيبيع بسعر اقل مننا. بيبيع ايه؟ منين يا حسره؟ ده انا بنفسي طلعت بيه رحت الجمعه اللي فاتت اسال على المبلين، قالوا لي ما عندهمش ولا قصقوصه. امال الشرنوبي جاب الكلام ده منين؟ اهو كلام زي ما بتقول يا طلعت بيه، كلام. الواد متولي بس عايز يغلوش علينا في السوق ويعمل نفسه عنده بضاعه، والعيار اللي ما يصيبش. انا الفار ابتدى يلعب في عبدي، يكونش قريبه ده بيلعب بيا ولها في 200,000 جنيه اونطه. شفت يا اخويا؟ اهو كلام الشرنوبي طلع مظبوط. ايوه طلع بيه، بس اللي مجنني بقى يعني لا مؤاخذه هو جاب البضاعه دي منين؟ الا بقى ان كلام حضرتك يطلع مظبوط، قريبه لها في القرشين ولعب بالكسين. طب والعمل؟ انا اخواتي كل يوم بيسموني بالكلام، والبضاعه اللي احنا لميناها بالسوق اغلى من ثمنها الاصلي، والبضاعه اللي احنا استلمناها ودفعنا رشوه لمحمود جد الله 200,000 جنيه مرنخه في المخازن، محدش بيقول لها انت فين، خراب بيوت. لا مؤاخذه بقى مفيش غير حل واحد يا طلع بيه. ايه هو الحل يا فالح؟ نقلل السعر. يعني نبيع بسعر الحاج متولي؟ ايوه طلع بيه وماله.
بس ده خراب مستعجل. ما هو لا مؤاخذه بقى، يعني الخساره القريبه ولا المكسب البعيد. غور من وشي. كانت شورى منيله وما خدت بنصيحتك. له حق الحاج متولي ما يرضاش ياخدك معاه. منك لله. ادي يا سيدي كل اللي حصل بالظبط. يعني محمود بيه كان ناوي يأذيني بجد لولا ربنا ستر معايا. معلش معلش. انما انت جبت البضاعه دي منين يا حاج؟ شوف يا استاذ حمزاوي، اللي ربنا كاتب له 60 ما يموتش في 40. ونعم بالله. بس برضه الكل بيسأل انت جبت البضاعه دي كلها منين؟ شوف، اذا كنت عايز ترتاح وتريحهم قول لهم من عند ربنا. على العموم اذا كان بينك وبين محمود بيه اي سوء تفاهم انا مستعد اتدخل واصفي النفوس وترجع الميه لمجاريها. شوف يا استاذ حمزاوي، انا فضلت شاري وما بعتش، هو اللي حاول يأذيني. بس هو اذى مين؟ اذى اللي قبض منه، وطبعا السخاوي مش هيسكت. اكيد السخاوي دلوقتي فاكر ان محمود بيه ضحك عليه واداني نفس البضاعه اللي اداها له. ايش عرفك؟ نفس الكلام ده بيقولوا طلعت السخاوي. هو طلعت ما غلطش في ظنه يعني، لان اي واحد في مكانه هيظن نفس الظن. لكن الحمد لله اللي عنده عقل وراس عمره ما ينطاس. تسلم ايدك. اقعد يا رحيل. هي رايحه فين؟ طلباتك على عين والراس، ده الرقص فني واحساس. ايوه عارفه، عمري ما اتفرج على فيلم فيه رقصه لما اقع من الضحك. افتكر يوم فرحي اما قمت ترقصي وبطنك قدامك زي البطيخه. فرجيني بقى من غير بطيخ. يلا.